تمثيليه هادشي كذوب. يعني بزاف ديال الحوايج، يعني ما يمكنش الاخوان، يعني هاد المسائل ديال اليوتيوب يعني راه ما بقاش ديك الثقه ديال 100% انك تثق في الانسان فاشنو تيقول او واش تيقول هذا ولا تيقول هذا، حيت الاغلبيه كلشي ولا مبني على الربح. واش فهمتونا الاخوان؟ يعني كلشي ولا مبني على الربح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديال قناه الخيلي. كيف ما طلبتوا لي في لي كومونتير الاخوان في الاواخر، بزاف ديال الناس طلبوا لي القناه ديال الاخت سميه والاخت كذلك ايمان زوجته الاولى، يعني هذا الاسم ديال القناه الاخوان. بالنسبه للقناه اللي كانت قبل اللي هي قناه زوجته زوجي، ما عرفتش واش هذيك القناه باقا ولا ما باقاش، يعني قلبت عليها ما لقيتهاش الاخوان. كاينين جوج القنوات اللي هما ديالهم اللي ولاو خدامين بهم دابا وكيرميو فيهم، وكاين بعض الخلاف اللي كاين ما بيناتهم الاخوان. ما قدرش ندخل في هذا الموضوع اكثر حتى نكون يعني عندي درايه بالموضوع. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. اما بالنسبه للاخت سميه، ممكن انني نقدر الى طلبتوا مني انني نتواصل مع اولا نطلعها معايا باش تقدر تشرح لنا بزاف ديال لي ديتاي، نقدر انني نتواصل مع الاخوان ونقدر نطلعها معايا في فيديو اللي تقدر تشرح لنا بزاف ديال لي ديتاي في هذه المسائل، ونقدروا نطرحوا على بزاف ديال الاسئله اللي ممكن انكم تخليهم لي في لي كومونتير الاخوان ونطرحهم على الاخت سميه. ما علينا الاخوان، كاينين جوج القنوات اللي هي الزوجه الاولى وايمان وسميه وام محمد الاخوان، هادو هما جوج القنوات. غادي نتعرفوا على هاد الكوبل اللي كانوا يعني مع زوج واحد، وغادي ندوزو ديك الساعه المسائل ديال الارباح ديال القناه ديالهم وما يتبقى من الامور. وبالنسبه للناس ديال الشروط ديال اليوتيوب فحاليا كلشي متوفر الاخوان، وبالنسبه للناس ديال الحسابات ديال البيطاء، وبالنسبه كذلك للمشكل اللي كاين دابا حاليا في الادسنس ديال لاكتيفاسيون، فراه كاين اللي الحل الاخوان ديال تاكيد الهويه برقم الهاتف او لا انشاء حسابات وما كيتموش يعني بارقام الهاتفيه ديال المغرب، فكاين لهم الحل ومبداو على بركه الله. كملنا 13 عام ديال الزواج وطالعين في 14 عام. المهم تقريبا 10 سنين جلست ما عطانيش الله الوليدات، عاد تزوج هو، ودابا 5 سنين وانا تقريبا غنكملوا في شهر واحد، غنكملوا 5 سنين باش جات دابا سميه. لا، من العائله ديال الزوج ديالي. لا ماشي من العائله ديالي، ولكن من العائله ديال الزوج ديالي. صراحه في الاول كانت جاتني شويه صعيبه، ما تقبلتهاش حيت قلت ربما كيضحكوا. من بعد ما لقيتهم كيهضروا بصح، يعني كيف ما هما انا عجبتهم حتى هما راه عجبوني، وكتاب انني نكون الزوجه الثانيه. كما قلت لك كان في الاول شويه ما تقبلتهاش، قلت راه ربما غيكون غير في اطار الضحك، ولكن من بعد ملي شفتهم كيهضروا بصح وقلت اللهم نتوكل على الله، وماشي عيب الا كنت انا الزوجه الثانيه. هذا مادام كان كل شيء راضي ماشي مشكل. واش غنقول لك، كيكونوا ضروري لا بد، ولكن من بعد سهل الله الامور وتوكلت على الله. هو صراحه في ديك اللحظه والله ما فكرت شي حاجه سلبيه، كما نقول لكم اللي كاين، ما فكرش حاجه سلبيه، حيت انا يعني كنت ديجا جلست معاهم وهذا كيف ما انا عجبتهم وما عجبوني، ما فكرتش في حاجه سلبيه، درت غير الايجابيه قدامي. مع الزوجه الاولى لا الحمد لله كيكون راه نورمال غيكونوا بعض النقاشات وهذا، ولكن راه الامر عادي كيف ما كنقولوا، راه المصار في الكرش وكيدابزوا. شوف باش نكونوا واضحين، اي ما كتغير على راجلها ما يمكنش ما تكونش الغيره، ولكن ملي كتشوفي الحاجه بعقلك ماشي بقلبك، يعني اي حاجه فكرتي فيها ماشي هي هذيك، اي حاجه كنتي فكرتي فيها سلبيه وشفتيها ماشي هي هذيك، ملي كتخمي بعقلك راه كتعاودي يعني كتجيك سهله.
فهمتوا. اما الغيره راه لا بد من الغيره، ولكن غير في دوك الايام الاولى، اما من بعد الحمد لله اللهم لك الحمد قدرت انني نتغلب عليها. لا عادي اصلا. شوف في الحياه كلها اي مرحله وعندها اي مرحله، وانسان ما كيبقاش ديما هو يعني ماشي انا ماشي داك العام الاول هو الجوج هو الثالث هو العاشر هو، يعني راه انت غاديه ومصائب الحياه كتبدل والمصايب ديالها كتكثر، يعني غاديين الحمد لله بخير وعلى خير. من ناحيته هو ما تبدل معايا حتى شي حاجه كيف ما كان كيف ما باقي، فقط كاين شي حوايج اللي لا بد كيبدلهم العمر وكيتبدلوا مع مرور السنوات. لا اصلا عائله الزوج ما كنتلاقاوش بهم ديما، يعني حنا عايشين في واحد المدينه اللي ما كاينينش معنا فيها، كنمشيو عندهم مره كنمشيو عزاز وكنرجعوا عزاز الحمد لله. انا كنقول السر ديال النجاح هو الزوج، لان لما يكون الزوج كيخاف الله ويعني كيحاول انه يعدل ما بين المرأة الأولى والثانية وما يخسرش الخاطر لا لهادي ولا لهادي، فأكيد أن السفينة كيف ما كنقولوا غادي تمشي. أنا كنقول إلا كان الراجل مزوج على مراته المرة الثانية فمن الأحسن يجي صرحة نيشان، ماشي حتى يفوت الفوت. هذه هي الاولى. وثانيا انا كنقول للزوجه الثانيه الا كنتي غادي تبني ساعتك على قبل تعاسه وحده اخرى فهذه ماشي خدمه ديال بنات الناس، هادشي اللي كاين. شوف قال لك الصراحه راحه الصراحه راحه، يعني ما كاين ما احسن من الصراحه. الانسان يواجه الزوجه ديالو باللي كاين، كل وحده فيهم تعرف، يعني الثانيه تعرف بان كاينه الاولى والاولى تعرف بان كاينه الثانيه، لان طول الزمان او القصر غادي تعرف وباش يبقى كل واحد فيهم عزيز على الاخر، يعني حتى هو باش تبقى بلاصتو نقيه. اما الا خبى عليها راه ماشي خدمه هذيك. ايوا والله يجيبنا في الصواب، هادشي اللي كاين. واش غنقول لك، المهم انا ما من بعد هاد المده اللي دوزنا مجموعين ما غنقدوش نتفارقوا، انا ما غاديش نقدر نتفارق عليها وهي ما غاديش تقدر تفارق عليا. ايوا من غير الا جابت الثالثه عاوتاني سكنها هي بوحدها. هذا هو المشكل الاخوان ديال هذه الكلمه اللي تقال دابا حاليا، يعني ما نقدروش نتفارقوا. يعني الانسان كيبني واحد الوهم ياك، يعني كيحاول ما كيديرش ان الله قدامه قبل حتى تطيح في المشكل عاد تيقول قدر الله ما شاء فعل كذا وكذا، ولكن ما تيديرش الانسان في الامور الجديه الله قدامه بحال هكا تقول الحمد لله حنا عايشين مزيان مقادين الله يسر الامور. هذا ما كان يعني ما يمكنش نمشيو للمستقبل. هادشي علاش كيقول الانسان، كنقرا لي كومونتير وتنقرا بزاف ديال الحوايج كلشي كيقول لهم هادشي تمثيليه هادشي كذوب، يعني بزاف ديال الحوايج. يعني ما يمكنش الاخوان، يعني هاد المسائل ديال اليوتيوب يعني راه ما بقاش ديك الثقه ديال 100% انك تثق في الانسان فشنو تيقول او لاش تيقول هذا ولا تيقول هذا، حيت الاغلبيه كلشي ولا مبني على الربح. واش فهمتونا الاخوان؟ يعني كل شيء ولا مبني على الربح، ما بقاش كتلقى الراجل كاع ما راضيش في الاول هذا، ولكن ملي كيشوف يعني المدخول صافي تيولي بالك راه لي هنا هي الفلوس، خلي هذوك الامور خلي هذاك الشيء ما كاين راه برا يسير هي اللي قلتيها مقبوله ياك هي فيديو هذاك يولي ياك هي فيديو هذاك. ما كيشوفش الانسان يعني ما وراء هذاك الفيديو شنو كيوقع، يعني بسبب هاد الفلوس ديال اليوتيوب الاخوان راه ما تيفرحوش بالخير الا كانوا داخلين بالشر، ولكن الا كانوا داخلين بالخير الاخوان راه تيفرحوا، ولكن الا كانوا داخلين بالشر راه ما تيفرحوش الاخوان. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، ما نطولش عليكم الفيديو بزاف في هاد المسائل هادو، غادي ندوزو ديريكت الارباح ديالهم. تقريبا الاخوان ما قالوا والو على الارباح ديالهم في هاد الفيديو اللي داز دابا حاليا. غادي نحاولوا يعني ندخلوا الاحصائيات ديال القناه ديالهم ونقدروا نعرفوا الارباح ديالهم الاخوان من هاد القنوات ديالهم الاخوان. كيف ما نعرفوا القناه ديال الاخت سميه ام محمد هي الاولى، يعني اللي اللهم بارك في هاد لابيرود هادي اللي وقع هاد المشكل هذا لحقات ل 19000 ديال المتابعين و600 الف ديال الفيوز.
بالنسبه هاد القناه هادي يلاه كملت الشروط ديالها ديال لا مونيتيزاسيون، يعني يلاه تمونيتيزات، يعني الارباح ديالها غادي يكونوا يعني متضاعفين بزاف على الارباح يعني العاديين. الا كانت يعني مثلا باديه بواحد المده في يوتيوب وهذا الاخوان، يعني الارباح ديال هاد القناه هادي تقريبا في الاحصائيات اللي فاش كملت لا مونيتيزاسيون تجمعوا يلا غادي تكون واحد 2500 بحال هكاك. يلا بدات تجمعوا الاحصائيات ديال الارباح، يعني ما نقدرش نعطيكم لي ديتاي اكثر حيت قناه جديده الاخوان. وبالنسبه للقناه ديال الايمان يعني حتى هي كذلك الاخوان، يعني المشاهده عندها طايحه ماشي بحال القناه ديال الاخت سميه. وبالنسبه للارباح الشهريه حتى هي تلحق تقريبا واحد 6500 درهم من هذه القناه ديال الاخوان، يعني ما كايناش واحد الربح اللي كبير بزاف. يعني الرساله ديالي لهاد الجوج ديال السيدات فهما يحاولوا ينعلوا الشيطان ويعاودوا يرجعوا العلاقه ديالهم كيف ما كانت، حيت هاد المسائل غادي ينوض هي تضرب في فيديو وغادي تنوض الاخرى تضرب في فيديو، ولكن راه غادي يطلعوا واحد المده معينه في يوتيوب ومن بعد ما بقى حتى شي حاجه. غادي نولوهم نشوفوهم الاخوان كيف ما كاينين القنوات اللي كنشوفوهم في نفس هذا المشكل هذا. يعني هاد الامور هادي ياخذهم الانسان بعين الاعتبار وما يحاولش يطيح في نفس الغلط. فهذه رساله لهاد السيده هادي ولا السيده الاخرى سميه ولا الاسم ديال ايمان، يعني حتى هي يعني تيبانوا لي دراوش الاخوان. فرسالتي اليوم انهم يحاولوا يتجمعوا ويحاولوا يعينوا الشيطان في هذه الامور هذه، والله يدير لهم اللي فيها الخير. هادشي اللي غنقولها الاخوان. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم يعني على هاد القنوات هادو. كيف ما طلبتهم ليا في لي كومونتير، بزاف ديال الناس طلبوهم ليا في لي كومونتير الاخوان، وحاولت ان نهضر عليهم في هذا الفيديو هذا. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديال قناه الخيلي. ما تنساوش تخلي واحد كومونتير، لايك للفيديو ان شاء الله. وبالنسبه للناس ديال الشروط ديال اليوتيوب وباقي من الخدمات يعني ديال زياده المتابعين باقي الامور، فمرحبا بالجميع الاخوان. الرقم غادي تلقوه في اول تعليق. وشكرا لكم بزاف على المتابعه.